بسم الله نبدأ. عندنا الدرس الثاني، الحادثة. شنو يعني حادثة بالاحتمالات؟ الحادثة دي قال أي مجموعة جزئية من فضاء العينة. ما فهمنا الكلام ده. شنو يعني حادثة؟ يعني مثلا لو فضاء العينة حكي عين بتساوي لي 1 2 3 4 5 6، وانت عارف الكلام ده معناه رمي حجر نرد مرة واحدة. فأي مجموعة جزئية من فضاء العينة، مجموعة جزئية من ده كله فضاء عينة، مجموعة جزئية منه مثلا 1 و3 و5، دي حادثة، اسمها حادثة. الباء مثلا كانت 2 و4 و6، خلينا من المسميات هسي. أي دي مجموعة جزئية من فضاء العين كلها بسموها حادثة. مجموعة جزئية، جزء من فضاء العين كلها بسموها حادثة. الحادثة دي كان قال لك سميها لنا، دي حادثة شنو؟ والله ممكن أقول له ظهور عدد فردي. دي حادثة شنو؟ ظهور عدد زوجي. قال لك مثلا داير ظهور عدد يقبل القسمة على 2 و3، خلاص 6. تمام. فدي اسمها حادثة. قال لك داير لنا حادثة ظهور عدد أكبر من 7، ما في، خلاها فاضية كده، بيسموها فاي. فاي دي زمان لما نخليها كده ولا نقول كده، صح؟ كله صحيح. تمام. فدي حادثة. تمام. ودي حادثة، ودي حادثة، ودي حادثة. تمام. طيب، عندنا عرفنا ده تعريف الحادثة. شنو يعني حادثة؟ أي مجموعة جزئية من فضاء العينة. شرحنا الكلام ده هنا شرحنا هنا. تمام. إذا أخذنا قال مثلا تجربة إلقاء قطعتي حجر، قطعتي نقود. عرفنا إنه قطعتين النقود ديل شرحناها كده في الفيديو الفات، إما الاتنين صور ولا الاتنين كتابة، ولا الأولى صورة ودي كتابة، ولا العكس، دي كتابة ودي صورة، صح؟ شرحناه. قال مجموعة جزئية من فضاء العين على طول بسموها حادثة. الحادثة دي اسم، قال لك قول لنا بالعربي شنو؟ والله دي حادثة ظهور صورتين. دي ممكن تقول لي حادثة ظهور وجهين متشابهين. تمام. تقول لي شنو يعني؟ افضل كده ما تقول لي صورتين وكتابتين. تمام. حادثة ظهور وجهين متشابهين. فهمنا يعني شنو حادثة؟ مجموعة جزئية من فضاء العين. بس دي دايرة بعدين تمشي تقول لها الحادثة هي مجموعة جزئية من فضاء العين، الحادثة هي مجموعة جزئية من فضاء، ما دايرة كلام زي ده. فهم. فهمت انه الحادثة هي مجموعة جزئية من فضاء العين، معناته حفظت التعريف. تمام. طيب، الحوادث ذاتها قالوا انواع. الله يكفينا شر الحوادث. الحوادث ذاتها انواع. في حادثة قالوا بسيطة، في حادثة مستحيلة، في حادثة اكيدة. نجي نشرحها هنا. الحادثة دي قال لك شوف ركز معي عشان ما تمشي تعدية تلغين وحفظ. لو لقيت فيها نقطة عينة واحدة كده بيسموها حادثة بسيطة. عسى قال لك عرف لنا الحادثة البسيطة. طوال التقليب عليه عربي منمق، بس هي التي تحتوي على نقطة عين واحدة. خلاص، انت من الفهم حفظت التعريف، خلاص انا ما محتاج تحفظ وكلام زي ده. فيها نقطة عين واحدة اسمها حادثة بسيطة كده، فيها واحدة بس، نقطة عين واحدة، ما عنصر ده قلنا زمان، هنا اسمه نقطة عين. فيها نقطة عين واحدة، دي حادثة بسيطة. ما فيها نقطة عين كله قالوا بسموها حادثة مستحيلة. ما فيها كله دي بسموها حادثة مستحيلة. عسى كان قال لك عرفها، انت فهمت انه ما فيها كله دي اسمها حادثة مستحيلة. قال لك عرفها لين هي التي لا تحتوي على أي من نقاط العين. عرفنا اتنين كده، بسيطة ومستحيلة. قال لك لما الحادثة دي قالوا أي مجموعة هي جزئية من نفسها لما تكون فيها كل البلاوي دي كده، لما تكون فيها كل البلاوي دي كده قالوا بسموها حادثة أكيدة. بقى 3: بسيطة، مستحيلة، أكيدة. فيها واحدة بسيطة ما فيها كله مستحيلة، فيها كلهن أكيدة. قال لك عرفها لنا بالعربي المنمخ كده. الحادثة الأكيدة دي يعني شنو؟ الحادثة الأكيدة هي التي تحتوي على جميع نقاط العين. انتهينا خلاص، انتهينا من أنواع الحوادث. فإذا تحتوي على نقطة واحدة بسموها بسيطة. ما فيها كله دي مستحيلة.
مستحيلة فيها كلها انقعادات بيسموها أكيدة، بيسموها أكيدة. تمام. عرفنا خلاص أنواع الحوادث، ما محتاجين للصفحة دي كلها. تمام. طيب الحادثة البسيطة عرفناها، قلنا التي تحتوي على نقطة عين واحدة. تمام، فيها نقطة عين واحدة. الحادثة المستحيلة شنو؟ لا تحتوي على أي نقطة عين، ما بتحتوي على أي نقطة عين. تمام. فمثلا قال لك حادثة عدد أكبر من 6 مثلا، مستحيل، ما في أكبر من 6 هنا في تمام. حادثة أكيد هي التي تحتوي على جميع نقاط العين. شفتوا الموضوع ده بسيط كيف؟ ناخذ طوالي في الأمثلة، توشك كده في الأمثلة. قال في تجربة غصب حجر نرد وتسجيل عدد النقط على الوجه الظاهر عند استغراره. حجر نرد واحد هنا. تمام، حجر نرد واحد. اكتب الحوادث التالية، الحوادث ما كلها، ما تكتب لي فضاء العين كلها، الحوادث المجموعة الجزئية من فضاء العين. الحادثة الأولى شنو قال؟ اسمها ألف، طوالي بنفس اسمها تجي تاخد لها ألف، تقول لها ألف دي بتساوي، قال الحصول على عدد أقل من 4، الواحد أقل من 4 والاثنين أقل من 4 والثلاثة أقل من 4. قال أقل من 4، ما أقل من أو يساوي 4. دار تكتب لي الأربعة على شنو؟ طيب الباء بتساوي لي الحصول على عدد زوجي، والله الزوجي الاثنين والأربعة والستة. الناس اللي ما عارفين إننا نحن بنلقط الكلام ده من وين أصلا، فضاء العين حقنا قال غصف حجر نرد واحد، ما جايبينه نحن من الفضاء، جايبينه من هنا. الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة، ده فضاء العين حقنا. من فضاء العين ده في مجموعات جزئية أو حوادث بتحصل. شنو يعني حادثة؟ مجموعة جزئية من فضاء العين. تمام. الألف قال لك دايرين الحصول على عدد أقل من 4، نحن ما شايلينها من راسنا يا جماعة، عشان ده ساينا غلطت، المفروض أول أكتب لكم فضاء العين. جايبيننا من هنا، من هنا نحن لقطنا، شفنا الأقل من 4 شنو. تمام، لأنه من راسك ده يمكن تجيب لي حجر نردي تكتشفه لي جديد فيه 7، نحن حجر نردي نعرفه فيه 6. تمام. طيب أقل من 4، 1 2 3، ها شلناه لصقناه هنا، مجموعة جزئية من فضاء العين عين. طيب قال زوجي الاثنين والأربعة والستة. طيب ليه انت كتبت على طول كده؟ خلاص انا عارف في راسي انه حجر النرد ده فيه من الواحد الين الستة، ما في داعي اكتب فضاء العين الا اذا طلبوا مني. قال لك اكتب فضاء العين والحوادث التالية، على طول تبدأ بفضاء العين. ما طلب منك توشك تخش في الحوادث. تمام. طيب قال الحصول على عدد فردي، هي نفسها الألف، لكن ما مشكلة غير الاسم بس. الواحد فردي، لا بتختلف في الخمسة والله. والثلاثة فردي، ما نفسها. والخمسة تاني في حاجة ما في. خلاص قال دي كل حاجات سهلة جدا. الحصول على عدد أكبر من 3، أكبر من 3 ديك اسمك شنو؟ اتدال. الأكبر من 3 الأربعة والخمسة والستة، تاني ما في حاجة. الحادثة هدي قال الحصول على عدد أكبر من 6، ما في، دي كده اسمها حادثة مستحيلة. دار تكتبها كده صح، دار تكتبها كده صح. واو دي قال شنو؟ الحصول على عدد أولي. وقف حمار الشيخ في العقبة ولا نزل منه شفقان. العدد الأولي ده يا جماعة ولا تتفلسف كتير، أي عدد فردي شيل منه الواحد بس شيل منه الواحد. الواحد ده ما أول، ما في داعي تفهمه والله. أولي ما مهم، هو ما أولي. الناس زي زمان قالوا أولي، هسه في الأخير قالوا ما أولي الواحد ده، قالوا ما أولي. ترجم لنا خلاص، نترجم لكم، ما في داعي. هو انت بس عارف انه الواحد ده ما أولي. الواحد ده زمان كانوا بيقولوا أولي، بعد شوية اختلفوا قالوا الواحد ده ما أولي. العدد الأولي ده زمان كانوا بعرفوه لا يقبل القسمة إلا على الواحد والنفسه. تمام، إلا على الواحد ونفسه. عرفوه بعد ذاك قالوا العدد الأولي عدد طبيعي أكبر من الواحد، لا يقبل الواحد إلا القسمة إلا على نفسه والواحد. تمام، يعني شالوا الواحد برا. شالوا ليه؟ قالوا كل عدد إما يكون هو في نفسه أولي، ولا يتحلل لعوامل أولية. ما فهمنا الكلام ده يعني شنو؟ يعني الستة دي إما هي ذات تكون ستة دي أولي، ولا تتحلل لعوامل أولية. الاثنين أولي صح، والثلاثة أولي. فالعدد كله عدد إما يكون هو أولي. شوف معي هنا الستة يعني شنو إما يكون أولي؟ يعني إذا قلنا الخمسة أولي، السبعة أولي. تمام. فالعدد إما يكون هو أولي أو يتحلل لنا لعوامل أولية.
الاثنين أولي، أيوة الاثنين دي أولي برضو، أحفظ لي إنه الاثنين دي أولي وهي الوحيد الزوجي. تمام. فيتحلل لنا العوامل، لكن لو قلنا الواحد ده أولي فلنفرض إنه الواحد ده أولي، دي الآن عوامل الأولية صح؟ فلنقول 12. 12 دي ممكن تكون لنا الستة في اتنين صح؟ والستة ذات بتتحلل لشنو؟ لاتنين في تلاتة في اتنين، دي عوامل الأولية. تخيل معي إنه الواحد ده أولي، واحد اتنين في تلاتة صح؟ خلاص لا أنا ما مزاجي كده يا زول، أنا مزاجي أكتبها كده. في واحد تاني لا مزاجه يكتبن كده، مش هي نفس الستة. في واحد تاني لا مزاجه يكتبها كده. مش نفسها الستة، فبديك عدد عوامل لا نهائية إذا قلت تشتغلها الوحدة تخط لنا أول. ما علينا الكلام ده كله. عارف لي إنه الواحد ده ما أولي، عرفناه من هنا. ليه ما بداعي تعرف، خلاص بس عرفت إنه الواحد ده ما أولي، دي فلسفة مني أنا ساي. عارف لنا إنه الاثنين دي أولي والوحيد الزوجي. المعلومتين دول عرفتها أمورك ظابطة تاني في الأولي ده، تاني ما عندك مشكلة. فإذا الحصول على عدد أولي، الواحد شلنا برا، الاثنين والتلاتة والخمسة. شفت بس امرق لي من الواحة الأولى دي، شيل لي الواحد برا والاثنين خدتها لي تاني، بعد ذاك امسك العدد يجي عدد فردي للنهاية. ليه وقفت هنا مع أنا عندي ستة بس فضال عين لحد الستة واقفة. ما علينا. الحصول على عدد أقل من الواحد، الحصول على عدد أقل من الواحد، لام دي هل في عدد أقل من الواحد؟ ما في عدد أقل من الواحد، فيبقى فاي، يبقى فاي حادثة مستحيل. فبكل بساطة الأولى دي تخطيناها وشرحناها. تمام. طيب في مثال تاني قال في تجربة رمي حجري نرد وتسجيل عدد النقاط على الوجهين اكتب الحوادث التالية. قلنا حجري النرد دي فهمنا في راسنا خلاص، ما بدأ نرصها كلها هنا. تمام. عارفين في راسنا انه في الأول واحد، عداك واحد اتنين تلاتة أربعة إلى ستة، في اتنين تلاتة أربعة إلى ستة. خلاص عرفنا الصورة القبيلة اللي عندنا دي. ما علينا. خلاص الستة وتلاتين الفراسة القبيل ديلك اكتب لنا منهم الحوادث التالية دي. من الستة وتلاتين شيل لنا الأجزاء دي. الحصول على العدد نفسه من الحجرين، ما تخاف ما تقول لنا إلا تكون حافظين، لا بسيطة جدا يا هدى، من هنا دون ما تكون عارفهم ذاته إنهم ستة وتلاتين بتحلها. الحصول على العدد نفسه من الحجرين بسيطة جدا، حادثة اسمها ألف بتساوي لها العدد نفسه، خلاص طوالي، إما واحد واحد صح، ولا اتنين واتنين صح، تلاتة وتلاتة، أربعة أربعة معي، خمسة خمسة، ستة ستة، أسيدي فيها حاجة، خلاص انتهت لنا. تمام. ده العدد نفسه. في تاني ما في، سبعة سبعة ما في، صفر وصفر ما في. اليك ده ما صفر يا جماعة، اليك ده صفر في اللي دو برا. عندنا هنا اليك ده واحد، اليك ده محسوب واحد. تمام. طيب قال بقى الحصول على مجموع أكبر من تسعة، مجموع أكبر من تسعة. طيب كده نشوف أكبر من تسعة دي. فلنقل أربعة وخمسة كم؟ تسعة، ما دايرين. ستة وتلاتة كم؟ تسعة، ما دايرين. نبداها معناتها من الستة والأربعة. تمام. عاكسة طوالي، بتخط عاكسة لأنه بتفرق. أيوة بتفرق. أنت أول جدعتها جاك في الحجر الأول رميته ستة، وفي التاني أربعة، بعد ذاك رميت جاك في الأول أربعة، في التاني ستة. تمام معي. طيب خلاص خمسة وخمسة برضو ممكن صح، خمسة وخمسة. تمام. دي ما عكست ما ياها نفسها. طيب ستة وخمسة، ولا خمسة وستة صح، 11 أكبر من تسعة، وتاني ستة وستة. شوفوا كان نسيت حاجة عادي بنسى. جيم الحصول على مجموع أقل من خمسة. خلاص سهلة جدا، جيم دي حادثة جيم. والله الأقل من ستة دي أقل من خمسة، الواحد والواحد صح، الواحد والاتنين صح. أعكسها لنا طوال اتنين واحد، ولا عندك الواحد ده مع التلاتة صح، أعكسها لنا طوالي تلاتة مع الواحد، أربعة أقل من خمسة صح. تاني في أيوة ليه ما في الاتنين والاتنين أقل من خمسة صح.
2 و2 نفسها أقل من 5، لكن إذا قلت 1 و4 غلط بيديك 5. مهم ويكفن هنا خلاص. طيب الدال، الحصول على واحد من المكعب الأول، والله بسيطة جدا. واحد أمسك لي خلاص واحد معاه الواحد، والله الواحد ده بيجي معاه الاتنين، والواحد ده تجي معاه التلاتة، والواحد ده تجي معاه الأربعة في الحجر التاني، والواحد ده تجي معاه الخمسة، والواحد تجي معاه الستة. كده انتهت لنا. تمام. طيب ده الحصول على واحد، ما في تاني، ما في خلاص. الواحد إما يجمعه لحد 6 بس. تاني حتقول كم؟ واحد وكم؟ كلها موجودة في راسك، كلها موجودة. الحصول على مجموع أقل من 2 ما في، دي حادثة مستحيلة. ما في مجموع أقل شيء يك ويك بيساوي 2 مجموع. واو، الحصول على عددين الفرق بينهما يساوي الواحد. الحصول على عددين الفرق بينهما واحد. تمام. دي راكدة جدا، اللي هي واو الفرق بينهما واحد. الواحد والاتنين، طوال الاتنين والواحد. تمام. الاتنين والتلاتة، التلاتة والاتنين. أظن واضحة هنا قصدين شنو. والتلاتة والأربعة، صح. والأربعة والتلاتة، والأربعة والخمسة، معناتها طوال الخمسة والأربعة، والخمسة والستة، والستة والخمسة. تاني ما فرق بينهما واحد. انتهى مثالنا الثاني. مثالنا الثاني انتهى. نخش في التمرين. طوال التمرين فيه شنو بسيط جدا وسهل برضه، نحله برا عشان ما نتلخبط. في التمرين قال 2 في تجربة غصف حجر نرد ثم قطعة نقود. حجر نرد، أول حجر النرد، بعد ذاك قطعة النقود. أكتب فضاء العين. هنا طلبوا، قلنا ممكن يطلبوا في الأول، صح. ممكن يقول لك جيب لنا فضاء العين أول، بعد ذاك جيب لنا الحوادث. ركز في الحاجة دي. تقوم يكون خدت لي درجة ولا نص درجة ما تكتبه ويديك غلط، تقوم طوالي تدخل في الحوادث. فضل العين عين، وحدد نقاط العين في كل من الحوادث التالية. في ناس مستعجلين بيجي هنا قبل يقرأ السؤال كويس، بيجي هنا على طول بيحل، عنده نص درجة ولا درجة ضيعها فوق. غصف حجر نرد ثم قطعة نقود. نكتب أول شي فضل العين، حجر نرد ثم قطعة نقود، واشتغلناه قبل كده. قلنا الواحد دي مع الصادات كلها. تمام. لا ما كده، حجر النرد، حجر نرد ثم قطعة نقود. هنا صاد ولا كاف؟ مع حجر النرد كله. 3 مع الصاد، ولا 4 مع الصاد، ولا 5. ارجع الفيديو الاول بتلقاني شارح مع الصاد، ولا 6 مع الصاد. انتهت لنا خلاص. اما يك معاه صورة، 2 معاه صورة، 3 معاه صورة. بيتغير حجر النرد مثلا وثبتنا الصورة. والله ممكن يجيني يك ومعاه كتابة، صح. ممكن تجيني 2 معاه كتابة، صح. ممكن تجيني 3 معاه كتابة. ليه كتبت كده؟ عملتها كده ليه؟ لأنه قال حجر نرد ثم قطعة نقود. حجر نرد بيكون أول، لو عكست غلط. 4 معاها الكتابة، ولا 5 معاها الكتابة، ولا 6 معاها الكتابة، وهم 12 تقريبا. بعد كتبت فضاء العينة اللي هو عايزه بدرجة ولا درجتين. ده قال لك شنو أول شي؟ الحصول على عدد فردي في الحجر. عدد فردي في الحجر، خلاص. عدد فردي في الحجر دايرة حادثتك ألف دي بتساوي لنا، وين القلم الأحمر؟ الحصول على عدد فردي في الحجر. عدد فردي في الحجر، لو ما عايز توجع راسك وتفكر، شوف هنا العدد الفردي في الحجر. دي 1 2 3 4 5 تاني في 3 6. انتهوا خلاص. من راسك بتجي أيوة الواحد مع الصاد، صح. والواحد ده مع الكاف، الواحد مع فردي، صح. والتلاتة مع الصاد نفسها، والتلاتة دي مع الكاف. تمام. والخمسة مع الصاد، والخمسة مع الكاف. موضوع بسيط جدا، بسيط جدا. تاني حاجة قال الحصول على الوجه كاف في القطع. يتعبونا سهل الناس دي. خلاص شيل الكافات كلها نزلها هنا. 1
وكاف، 2 وكاف، 3 وكاف، 4 وكاف، 5 وكاف، 6 وكاف. الحصول على وجه كاف. البعد قال شنو؟ الحصول على الوجه صاد من قطعة النقود وعلى عدد أقل من 4 من حجر النقد. خلاص معناته جيم دي الحادثة جيم حتساوي لي أقل من 4 على 1 مع الصاد. ليه كتبت الصاد؟ لأنه قال الوجه صاد بس ما مع الكاف. وقفنا هنا خلاص لأنه قال أقل من 4 صح؟ أقل من 4، أقل من 4. الحصول على الوجه كاف. كاف ركز حاجة فيها كاف بس بعدين من قطعة النقود وعدد لا يقل عن 3 من حجر النرد. ما يقل لك عن 3. الثلاثة نفسها معناتها موجودة صح؟ مع الوجه كاف. 3 وكاف، 4 وكاف، 5 وكاف، 6 وكاف. وقفنا هنا تمام. دي الحادثة. طيب المسألة اللي بعدها في التمرين رقم 3 قال غزفنا قطعة نقود 3 مرات. اكتب فضاء العين. ركز قبل تخش في الحوادث. فضاء العين عين وعبر عن الحوادث التالية. نكتب أول شي كده نتحلى من فضاء العين ويخلونا من الحوادث. فضاء العين عين سهلة جدا وبسيطة ويمكن شرحناها قبل كده تقريبا، شرحناها في الفيديو اللي فات. خدت علي كل صور بالطريقة دي نفسها شرحناها في الفيديو اللي فات، ارجع لها حتلقى مشروحة واضحة. بعد ده قلنا بنعمل شنو؟ ننقص صورة صورة كتابة، صورة كتابة كتابة. تمام. بنسحب كل مرة. بعدها خلاص بقى كل كتابات. ايوه كتابات جمع ممتاز جدا. بعدها كتابة كتابة صورة كتابة صورة صورة. إذا قلت تاخدها كل صورة حتكررها. تميت 6 خد كتابة بين صورتين، خد صورة بين كتابتين، انتهت 8 خلاص. ناخد كتابة بين صورتين، ناخد صورة بين كتابتين. شفتوا الحفظ ده عليكم والله. الاحتمالات دي تبقى لنا شنو؟ ما حفظ. طيب هو ما بيقول بعدين الأستاذ قال حفظ ونحفظ. لا الرياضات دي فهم والحفظ كله. ما يجي واحد يقول لك الرياضات دي كلها فهم. لا في حاجات كان ما حفظها ما يعني الحفظ ذاته مساعد على الفهم. عارفة المعلومة دي؟ يعني لو المهم فهمني. يعني لو جيت مثلا عرف لنا اتحاد حادثتين، ما انت لابد تحفظ وتفهم مع بعض، ماشيات مع بعض. تمام. ماشيات مع بعض. ايوه صح. تحفظ بالفهم حاجة ممتازة جدا. لكن ما يجي واحد يقول لك والله انا مثلا بفهم ما بحفظ. يا اخي ما بتحب الحفظ معلش، لكن لابد يمشي نسوي عشان تجيب درجة كويسة. ما علينا جاوبنا للكلام ده شنو نحن هسي. طيب الحوادث خلاص كتبنا فضاء العين شلنا درجتنا الأولى. الحوادث قال ألف أن تكون نتيجة الغزفة الثانية صاد. أنت إذا أقول لك شنو ما علينا كده. إذا حاسس إنه بتوجع دماغك مرتين تعال قطة من هنا. الغزفة الثانية صاد دي واحدة كلها شيلها. شيل لي دي كلها بقى 2. هنا شيل لي دي بقى 3. شيل لي دي بقى 4. أيوة لقطنا الغزفة الثانية صاد دي خلاص. شلنا الأولى ديك نمرة 2 صاد صح. شلنا اللي بعدها نمرة 2 صاد صح. شلنا تاني دي كاف صاد صاد نمرة 2 صاد صح. شلنا آخر شي الكاف الصاد اللي في النص. شفت كتبت فضاعين خلاص ما توجع دماغك تاني. أن تكون الغزفة الثانية صاد عرفناها خلاص. البعد الحصول على الوجه كاف مرتين على الأكثر. ركز. بالكتير 2. بالكتير كده 2. يعني شنو الكلام ده؟ يعني 2 وأقل من 2. كلمة بالكتير 2. شايف على الأكثر دي بالدارجي كده. يعني لو كترت كده مرتين بالكتير 2 خلاص. طيب بالكتير 2 3 ما معانا بس خلاص ده الفهم كله. دي معانا صح.
دي معانا اتنين، معانا 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 معانا. طيب دي معانا ولا ما معانا؟ اها، دي معانا ولا ما معانا؟ دي معانا. ركز على الصادات كلها معانا. ايوه هو قال بالكتير صح؟ بالكتير خلاص. والله مرتين ظهرنا لك، مرة واحدة ظهرنا لك. ما في كله، ما هو بالكتير ممكن يكون اتنين ولا واحد، ولا يكون ما في كله. المختصر بتاع الكلام ده تمام. شيلة كلها، اسحف الثلاثة كافات بس، يعني بتكون 7. انا داب في كتابتها كلها قاعدة زي ما هي، بس احذف لي الثلاثة كافات لانه قال بالكتير. لو قال بالكتير 3 كلها بتكون موجودة. فانا قاعد انزل من فوق هاي، ما عشان الكلام شرحته انا بس شلتها، شفتها حقت الكافات دي شلتها خلاص. طيب اللي كررتها ليه كده؟ ليه قاعد انزل من فوق انا. كاف صاد صاد دي صاد، كاف صاد، دي كاف صاد كاف. شخبطتي دي خليها كده. انت فهمت الكلام ده؟ 1 2 3 4 5 6 7. فهمت يعني على الاكثر دي يعني شنو؟ قال على بالكتير على الاكثر مرتين كاف، مرتين 1 0. مرتين جبناه وين؟ مرتين كان بدالك بالترتيب لكن ما في مشكلة، امسح عليه شوية شي. دي مرتين، ودي مرتين، ودي مرتين. طيب بعدها شنو؟ مرة، خلاص مرة. دي مرة، ودي مرة واحدة، ودي مرة واحدة. ما في كله. تمام. 2 1 0. خلاص وضحت، ما ضايعت يعني جرجر الكثير. جيم أن تكون نتيجة الغصفة الثالثة كف. الثالثة كف يا زول، أنا ما عارف الكلام ده ولا أقدر أجيب لك من راسي. أرجع لي لفضال عينه فوق، ده أصلا كما كتبت فضال عينه ده ما بتظبط معك. الثالثة كاف أقبض دي جيبها لنا هنا. صاد صاد هتكون مظاهرة كاف، مسكنا واحدة. الثالثة كاف دي فيها، أيوة الثالثة كاف، خلاص نزلها لي تحت. صاد كاف كاف. دي التالتة فيها كاف، أيوة التالتة فيها كاف. كاف كاف كاف. دي التالتة فيها كاف، لا التالتة فيها كاف، لا دي صاد. هنا صاد. التالتة فيها كاف، لا التالتة فيها كاف. هاي كاف صاد كاف. انتهى الموضوع، بسيط جدا. المشكلة وين؟ انت ما قعدت ليه بس، ما قعدت للموضوع ده لكن بسيط جدا. إلى هنا انتهت حصتنا إن شاء الله. ربنا يجعل التوفيق، وما تنسونا من صالح الدعوات. ادعوا لنا يا ربنا يسهل كل أمورنا إن شاء الله. ودعوة الأخ يعني لما تدعو لشخص بيقول لك أنا ما أعرف قالوا، وبيقولوا ولك مثله، يعني أنت ذاتك معاه. يعني دعيت بقروش بيجيك أنت قروش، دعيت بزيادة علم بيجيك أنت زيادة علم. وربنا كريم جدا. فربنا يجعل التوفيق لكم كلكم، وما إلا يشهدوكم يا جماعة للدعوات واللايكات والاشتراكات. متى تحضروا سايكة دي بدون ما تكونوا مشتركين في القناة دي؟ اشترك في القناة عشان غيرك يستفيد. وربنا يجعل التوفيق للجميع إن شاء الله. كل ما اشتركت دوست اللايك غيرك بيستفيد وبتمشي لناس أكتر. مع السلامة.